السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن مركز الفلك الدولي أمس الخميس عن التاريخ المتوقع فلكيا لأول أيام عيد الفطر المبارك، والذي سيكون يوم الجمعة 21 أفريل في العديد من الدول، وذلك باعتماد التقويم الهجري العالمي. وأشار مركز الفلك الدولي إلى أنه قد تعلن بعض الدول القليلة أن عيد الفطر يوم السبت 22 أفريل بعد تحري هلال شهر شوال يوم الخميس 20 أفريل 2023. في سياق ذاته قال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال يوم الخميس 20 أفريل، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا واستراليا. وأضاف المتحدث ذاته أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين. وأشار محمد شوكت عودة إلى إمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي ومن بينها الجزائر بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان الجزائر والعديد من الدول العربية أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة 21 أفريل الحالي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.